السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة. ونتكلم عن مباراة الأهلي وإنبي اللي انتهت بفوز الأهلي 2-0. سجل أول هدف البي محمد مجدي قفشة. يعني الحاجة الحسنة الوحيدة اللي عملها طول الماتش هو الجول. واللي سجل الهدف التاني أليو ديانج طبعا بمراوغة ومهارة عالية من أليو ديانج في نص يعني اختراق من نص الملعب وبيسجل الهدف التاني. طيب خلونا نتكلم بس عن الحوار اللي بيحصل وعن الوضع الحالي والماتش ماشي ازاي وكل الكلام ده. فواحدة واحدة. تمام. اول حاجة الاهلي طبعا انت عارفين بقاله فترة، يعني ما كانش فيه فيديوهات بس الاهلي بقاله فترة مش في احسن يعني بعد كاس العالم في مستواه نازل. مش نفس يعني كان كيرفو عالي كان في الماتشات اللي قبل كاس العالم. طيب بعد كده في كاس العالم شفنا المستوى عامل ازاي. حاجات كتير اتغيرت، ما فيش مهاجم عندك بيجيب جون حرفيا، لا محمد شريف ولا شادي حسين. وطبعا البيت التالت ده اللي هو اصلا ما بيلعبش، معرفش جابوه الاهلي ليه اصلا ده، اللي هو راجع وباك ومنزل الصورة مع سموحة وراجع وبتاع. وسوماني كان بيقعدوا دكة، كان الناس بتطلع تعيط تقول لك بيعيط وحرام عليك. هو ده اللي انا اصلا مش طايقه الصراحة من ساعة ما جه، معرفش هو ايه لازمته اصلا في الفرقة. هو راح رجع مطرح مكان يعني. فما عندكش مهاجم، والفرصة اللي بتروح بيها بتضيع. ودفاعك في حاجات غريبة بتحصل طبعا وإصابات وكل الكلام في الأيام اللي فاتت دي. لحد ماتش بيراميدز كان في وقفة، طبعا الأهلي كانوا والزمالك متعادلين في النقط، لكن كان الأولوية كانت للزمالك علشان فرق أهداف وكده. فاز الأهلي التاني كان لغاية ماتش بيراميدز. الأهلي كسب بيراميدز 3-0 بأسلوب، يعني كولر فيه كان غير شكل الفرقة عن اللي احنا كنا متعودين عليه. لا انا هلعب على قد امكانياتي، هدافع واقفل واخطف، وفعلا نجح هدفه التاني والتالت، وكان ممكن كمان يجيب رابع. يعني في فرصتين تلاتة كمان محققين ضاعوا. دي حاجة. هنتكلم بقى ايه ماتش النهارده. وطبعا بيساعدك كان نادي الزمالك كيرفو بيقل، يعني اللي بيحصل يعني تهزم ماتش اسوان اتعادل في اخر دقيقه النهارده. اول حاجه النهارده التشكيل بدا بيه طبعا بسبب غيابات بعض الاصابات، طبعا عارفين يعني كريم فؤاد واكرم توفيق، يعني ربنا يشفيهم. محمد هاني بقاله فتره ماشي كويس، مش احسن حاجه لكن احسن من قبل كده. وعلى من الناحيه الدفاعيه، يعني من الناحيه الهجوميه مش قوي، لكن على الناحيه الدفاعيه شويه احسن شويه في الماتشين اللي فاتوا دول. وده اللي متعود عليه محمد هاني، ما عندوش ثبات، يعني بيلعب ماتش التاني التالت ممكن تلاقيه وقع. فاحنا مش عاوزين نفخم فيه قوي علشان هو ما يشوف يعني. عارف انت اللعيبه دي بتاخد الكلمتين من هنا خلاص، قال لك انا مفيش زي تلاقيه في تالت ماتش رابع ماتش تلاقيه يمكن في النص. البي محمد دفش ده اللي هو كل اللي عمله النهارده الجون. الماتش الجاي معرفش، بس اتمنى يكمل، يعني يكمل على مستوى كويس. وما كانش مستوى النهارده ما كانش احسن حاجه طبعا، كان ضايع، بس هو جاب الجول. نقطه الجون دي هي ايه اللي شفعت له كل اللي عمله النهارده في الماتش. اكيد مش شفتوش الايام اللي فاتت، واللي هو خد ضربه الجزاء وراح شاتها من دماغه وضاعت. ف التشكيل طبعا كان ديانج السولية في نص الملعب، ومعاهم قفشه. كان على اليمين حسين شحات اللي بقاله كذا ماتش من ساعه ما رجع الى حد ما ماشي بشكل مقبول. كان على الشمال احمد عبد القادر اللي مش قادر خالص. وفي الهجوم محمد شريف اللي مش شايف اي حاجه خالص، في الضياع هو والبي صاحبه محمد دافش. طيب طبعا السولية عامل ماتشين، الماتش اللي فات والماتش ده ماتشين يعني حاجة عالية قوي. وديانج عالي. متولي وياسر لحد ما برضو بقالهم ماتشين ماشيين بشكل كويس. الشناوي الماتش اللي فات كان كويس، النهارده يعني مش فاكرش جات له كور، حاجات صعبة كتير يعني. محمد هاني قلنا ماشي بشكل كويس، طبعا معلول لحد ولا حرج. ده بمختصر مفيد عن شكل الفرقة كان في الماتش عامل ازاي، يعني أدائهم بقالهم فترة الأخيرة عامل ازاي. الأهلي كان ماسك كورة، بيروح بيضغط. بنضيع فرص كتير، يعني ده اللي بنضيع فرص كتير، ما عندكش مهاجم يخلص الفرص دي. انت كان ممكن في ثانيه او في ثانيه كده يحصل كرة دربكه تخش فيك جون تعادل، وانت كنت لسه ما جبتش تاني، كان الماتش هيتدربك. طبعا ديانج بيخش وبيعدي في العمق وبيخلص واحد والتاني وبتمشي معاه يا باشا، وبيحطها حلوة قوي قوي في الجول، حاجة روعة. ومحمد مجدي قفشه برضو خلص الكرة اللي جات له خلصها بشكل كويس عن قبل كده. خلص بشكل كويس، راح الجون كويس
ورقص الجون وحطها حلو. وطبعا المهاجمين اللي عندك تمشي في الحاجه، سواء شريف ولا اللي جات له ضيعه بتاع 4 5 اهداف، مش فرص، اهداف يعني فرص درجه محققه اللي هو هدف، لا دي جون اي حد، لا جون. ده بقى مهاجم النادي الاهلي، ما مهاجم. وشادي حسين برضه نزل مضيع له كورتين ثلاثه. يا عم روح شوت الجون. وحسين شحات برضه ضيع، لكن هو احسن من احسن موجودين من الاخر بالنسبه للموجودين، واحسن من قبل كده. وكان هو مش احسن حاجه برضه، لكن عايز شويه ايجابيه. انت حسين شحات بحسه قلقان، بيروح الكوره قدام الجون يروح يباص بالعرض، مفيش حد. طب انت خلاص، انت يعني انت روح وشوت، يعني انت بتعمل ايه؟ روح وشوت. ونفس الكلام برضه مع، شاف في كوره جات برضه اللي هي راح لعبها الشادي برضه راح ضيعها. والماتش اللي فات نفس الكوره بتلعب مش عايز يشوتها، نفس المنظر بشوفته الماتش اللي فات والماتش ده. يروح يا عم انت وينج، انت يعني متسجل شوت، انت قبل كده ممكن يعني بتجيبها. فلا هو تحس برضه في قله ثقه شويه، فلا بيلعب مثلا بالعرض ولا كده، وبيروح للتاني اللي هو اصلا برضه مش عارف يجيبها فيضيعها. فمش عارف هنفضل على كده امتى. فنشوف بقى الصفقات دي هتفصل عن ايه. بس اهم صفقه محتاجينها هي مهاجم، علشان الفرص اللي بتجيلك دي تعرف تستغلها. الفرص اللي مش كتير وبيحصل فيها برضه، يعني ضيعنا فرص كتير، لكن اللعيبه بقيه الفرقه برضه عندك، انت عايز 5 6 صفقات عشان تقوم الفرقه بشكل تقدر تنافس بيه في افريقيا وفي كاس العالم. غير كده يعني مش هيعجبك الوضع، مش هيعجبك الوضع، عشان اللعيبه دي بتتدلع كتير الفتره الاخيره. وكل ما يحصل لك حد يبقى كويس يتصاب. بيرسي تاو، اكرم توفيق، كريم فؤاد. الماتش بينتهي 2-0، الاهلي الى حد ما احسن من الفتره اللي فاتت. ماتش بيراميدز الماتش ده، واتمنى يكون الموضوع اللي هو في نسق تصاعدي بالتدريج. الماتش ده كان احسن من الماتش اللي فات. الماتش ده رحنا كوره كتير وضيعنا كتير، وكان شكلنا احسن في الماتش، شكلنا احسن على ارض الملعب، خط النص بتاعك متماسك. انا عايز صفقات مهمه. هو حتى كولر هو الراجل عايز لعيبه، عايز يبقى معاه ناس، مفيش حد. يعني هو نفسه عايز فيه لعيبه، وعنده عارف القماشه اللي معاه. قال لك لا دي القماشه معانا، ما عنديش لعيبه، انا عاوز لعيبه في كذا وكذا. وطلع قال الكلام ده في كذا مؤتمر صحفي بعد مباريات. اتمنى تكون يعني بما يكون موسم انتقالات يعني كويس باللعيبه اللي هتيجي. يعني هو هيبقى موسم انتقالات ولعيبه وده كذا وده كذا وده كذا، يجي يلعب يا باشا اتفضل يلعب. بطل بلدي ولا بيعمل حاجه. وياما حصلت كتير وياما بتحصل اهي لسه عايشين فيها. برونو سافيو اللي انا مش شايفه حرفيا. هو بيظهر في لقطات صغيره، لكن اغلب الماتش فمش حاسس بوجوده. النهارده نزل اخر 10 دقايق طبعا، وبرده مش حاسس بوجوده في شويه اللي نزلهم. احمد عبد القادر في الضياع، محمد، يعني في شويه لعيبه كده اللي عايز تريح شويه. بدات اشوف برضو كولر بيريحهم زي برونو سافيو بدا يريح. ومحتاجين برضه، بس الفكره ما عندكش برضه. يعني انا عايز اقول لحد يريح يا عم، ريح لي عبد القادر، هيقول ما عندكش بجد نلعب بيهم. طيب هنعمل ايه؟ فاللي هو كفايه يعني اصابات واللعيبه اصلا مش في حالتها خالص. تيجي عندنا اللعيبه ما تعرفش تلعب في الاهلي حرفيا. كميه ضغط، وان هي تلعب قدام دفاع متكتل، ما بتعرفش تتصرف خالص، ما بتستحملش تلعب في ظروف معينه، واخرها يلعب ماتش ما عملوش اي يا عم، عملت ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه، خلاص مش دعوه. يعني دي عاديه. فهي دي الفرق في كده بقى. ف خلينا نشوف بقى ايه انتقالات الشتويه بتاعتنا دي هتحصل فيها ايه. و استناكم بقى ايه في فيديو جديد. كان ده بس ملخص اللي حصل ماتش وحصل في اليومين اللي فاتوا. ونشوفكم بقى في فيديو تاني. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، لايك للبيج، سبسكرايب على القناة على اليوتيوب. ونشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم.